متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هحكي لكم عن قصة حياة العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وكمان هنتكلم مع بعض عن تفاصيل الساعات الاخيرة في حياته. بس الاول قبل ما نبتدي صلوا بينا على النبي قبل ما نبدأ حكايتنا. هنلاقي ان ام عبد الحليم حافظ ماتت وهي بتولده، وكانت امه من قرية الحلوات في الشرقية، وساعتها ستات القرية اتلموا حوالين ام عبد الحليم وهي جثة وهو كان طفل رضيع نايم جنبها. قالوا الواد ده شؤم، احنا هنرضعه من صدر امه وهي ميتة علشان يموت بقى ونخلص منه. هنا اخو حليم سمعهم وجري راح على ابوه وقال له يا بابا الحق، الستات عايزين يموتوا اخويا. وراح الراجل انقذ ابنه من الستات دي. فكان حليم اللي بيسأله عن امه كان بيقول انا اللي ربتني وعلمتني وكبرتني اختي عليا شبانة. وستات البلد كانوا بيرضعوا حليم كل واحدة شوية لحد ما بقى أخ في الرضاعة لنص ولاد وبنات البلد. وبعد كده أبوه ربنا كرمه واشترى له معزة علشان يشرب لبنها. بعد كده حليم كبر شوية وحصل له حادث، واللي وقفت جنبه ساعتها أخته عليا شبانة، وكان عندها ساعتها 14 سنة. فضلت قاعدة جنبه في المستشفى، وكان كل لما يصحى من نومه يلاقيها بتعيط علشانه. عشان كده حس انها امه واخته وصديقته وكل حاجة ليه في الدنيا. وعلشان كده اول راتب حصل عليه وقبضه حليم في حياته جاب لاخته عليا شنطة وفستان ومنديل. وفي مرضه في ايامه الاخيرة سافرت معاه لندن اخته عليا وما سابتهوش ابدا، وكانت المفروض عليا تعمل عمليه في عينيها. فضل حليم يقول لها ارجعي عليا مصر علشان تعملي العمليه، رفضت تماما وقالت له مش همشي من لندن واروح مصر الا وانت معايا رجلي على رجلك. هنا بقى هنروح للساعات الاخيره في حياه حليم، هنلاقي انه سافر لندن علشان يعمل العمليه اللي بيعملها كل مره. وقبل ما يدخل العمليات اتصل في مصر وقال لهم نظفوا البيت وجهزوه علشان هعمل العملية وكلها كام يوم وراجع، وما تنسوش تقروا لي الفاتحة في الحسين علشان اخرج بالسلامة وارجع لكم بعد كام يوم. هنا بقى دخل عليه الدكتور الاجنبي وقال له مش هينفع تعمل العملية بتاعت كل مرة، لان يا حليم الكبد بتاعك طالع في الأشعة إنه تليف بنسبة 100%، والمرة دي لازم تعمل عملية زرع كبد بس بعدها مش هتعرف تغني تاني. هنا حليم رفض تماما عملية زرع الكبد وقال إنه عايز يكمل غنى. دخل عليه ساعتها صديقه المقرب مجدي العمروسي وحاول يقنعه بعمل العملية دي، لكن حليم رفض بشدة وفضل ان هو يعمل العملية اللي بيعملها كل مرة. وبالفعل دخل العمليات وقعد 40 دقيقة. واول ما فاق من البنج دخل عليه صاحبه مجدي العمروسي. هنا حليم قال له انا حاسس ان خلاص هي دي هتبقى نهايتي، وبلغوا وصيته بعد العملية بحوالي نص ساعة. بعدها نده العمروسي للممرضة وقال لها في دم في بق حليم. قالت له ما تخافش دي تصافي من العملية. وبعد نص ساعة دخلت تاني الممرضة على حليم، لقت الأوضة كلها مليانة دم على السرير وعلى الأرض، وحليم كانت حالته الصحية حرجة جدا. هنا الممرضة ندهت للدكاترة بسرعة ودخلوا عليه ومعاهم حاجة كده زي البالون، كان المفروض ان حليم يبلعها كلها علشان توقف النزيف. حاول حليم انه يبلع بس ما قدرش يبلع الا نصها بس. بعدها توفى حليم. وهم راجعين بقى للقاهرة بنعش حليم كان جثمان حليم في البضايع واخته عليا شبانة في الفيرست كلاس او زي ما بيقولوا كده في الدرجة الاولى. فبصت للطيارة وقالت انا في الدرجة الاولى واخويا وابني وحبيبي في النعش مع البضايع، يا رب الطيارة تتقلب بيا واموت مع حليم واتدفن معاه. خلاص كده الفرح بعد حليم انتهى. وكانت بعد وفاة حليم على طول لابسة سلسلة عليها صورته ما بتقلعهاش ابدا. يا سلام، هنا بقى دي حالة خاصة ونادرة جدا للأخت الوفية بجد يا جماعة، اللي أصبحت فعلا نادرة دلوقتي. وكان حليم بيقول على قلبها إنه قلب طيب وأبيض زي قلب الأمهات. وكانت أمنية حليم الوحيدة إنه يتجوز ويخلف أولاد، وبالفعل حليم اتجوز سعاد حسني لمدة 6 سنوات. واللي أكد الكلام ده المذيع مفيد فوزي، وقال كمان الفنان حسن يوسف ان عبد الحليم بنفسه في يوم من الايام قال له انه متجوز سعاد حسني في السر بقاله كام سنة، لكن هو بقى طلقها لان الدكاترة قالوا لحليم ان الجواز هيتعبك جدا وهيأثر على حياتك. فهنا خاف حليم لحسن يظلم سعاد معاه فطلقها، بالرغم هي قالت له هفضل خدامتك طول العمر وهفضل ممرضة ليك طول حياتي، لكن هو رفض تماما وسابها تشوف حالها. بنتمنى
يكون الفيديو النهاردة عجبكم. وطبعا في نهاية الفيديو ما ننساش ندعي للعندليب بالرحمة والمغفرة، ربنا يا رب يرحمه ويرحم أموات المسلمين جميعا ويغفر لهم. وأنا يا جماعة بعمل لكم الفيديوهات دي علشان نعرف قد إيه الناس دي قاست وعانت، وبجد الموضوع يعني ما كانش سهل زي ما احنا فاكرين او الحياة كانت وردي. لا، الوضع زي ما انتوا شايفين وزي ما حكيت لكم. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. وما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الفيديو ينتشر والكل يستفيد. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية كتيرة. كنت معاكم سمر عبد الحميد، مع السلامة.